قال يا جابر إن الله ما كلم أحد قط دون ترجمان إلا أباك كلمه الله كفاحا دون حجاب، وقال تمنى يا عبدي أعطك. لا إله إلا الله، ما أبلغها من كرامة. نعم، كرامة لا تدرك. الله عز وجل يكلم عبد الله بن حرام دون ترجمان كرامة لهذا الشهيد. لكن تخيلوا معايا إيش كانت أمنية الشهيد. قال يا رب أن تحيني مرة أخرى فأقتل فيك مرة أخرى. يا الله يا الله، أي نفوس هذه عظيمة. فقال الله جل جلاله يا عبدي إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه إذن يا رب جل جلالك أبلغ من ورائي. فأنزل الله سبحانه عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا إله إلا الله. أسأل الله لنا ولكم أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. فعلا في ناس ماتوا لكنهم عايشين ولا نعلم كيف هي حياتهم. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.